أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. لا إله إلا الله. الله يفتح عليكم. قال لهم هنا الحاضرين عند القبر الصمت، كان عليه الصلاة والسلام ما صح عنه في الصحيحين الصمت عند القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رانا في المقبرة تاع الشهداء، ترحموا على امين ولد فاطمه شرشور، الله يرحمه ويوسع عليه برحمته الواسعه، الله يصبر امه الله يعطيها الصبر ونترحموا عليه. راه معكم فنان حوايج نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خونا امين نقولوا له الله يرحمه ويوسع عليه، ان شاء الله ربي يتبتع السؤال، وما ان شاء الله الله يعطيها الصبر، بوه خوه ان شاء الله كاع العائله تاعه وكاع حبابه وكاع صحابه الله يعطيهم الصبر، انا لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، على الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاب من العمر 20 سنة سهل محمد الأمين بعد رحيله في ظروف غامضة، فاللهم يا رب برحمتك الواسعة أن تنزل رحمتك يا الله يا غفور يا رحيم، أن ترحمه برحمتك الواسعة، وأن تثبت له في السؤال، وإن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، فيا رب العالمين، وأن تغفر له ذنوبه وتجعله وتنور له القرآن الكريم في قبره يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. ببالغ الحزن والحزن فقدت هذه العشية هذه الأيام فقدنا ابن أختنا الناشطة اللي سخرت وقتها وعمرها لخدمة الوطن والعمل الصالح، وضامنت مع كل جمعيات والمجتمع المدني في وهران، وكانت قدوة لكل نساء متواجدين. ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة ابنها الشاب اللي بلغ من العمر 19 سنة، وكان وقع علينا وقع يعني حزين جدا وأثر علينا كاع، وخير دليل أنه كل شرائح المجتمع بما تحمله الكلمة متواجدين للعزاء والقيام بالواجب. إذن وهران هذا الأيام فقدت ابن من أبنائها الصغار، وهو ابن أختنا فاطمة زهرة شرشور، اللي نعزوها ونقولوها عطا الله أجرك وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يبدل المحبة بالصبر، هذه هي الدنيا، وإن شاء الله ربي يعوضك بما يعني يعجز اللسان يتعلم اللسان في هذه اللحظة وهذا الموقف. إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام الله عليكم.